السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مي من قناه ميوش. ايه النهارده فيديو جديد هيكون عن مشترياتي من شركه اورفلام. انا حبيت اجرب شركه اورفلام لاني مش بجيب منها كتير يعني. فقلت فرصه كده ان انا اجرب فيها منتجات. البنات اللي متابعيني على الانستجرام وسناب شات هيكونوا شافوا اصلا الحاجات دي قبل كده، لان انا كل ما اشتري حاجه على طول بوريكم في انستجرام وسناب شات. يلا نبدأ بقى، واحاول كده افتكر الاسعار واقولها لكم واقول لكم رأيي فيهم. وقبل ما ابدأ ما تنسوش يا بنات تتابعوني على الفيسبوك، انستجرام، سناب شات، وجروب الفيسبوك. وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتشغلوا الجرس علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلكوا على طول. ويلا نبدأ. البنات بقى نبتدي، بس قبل ما ابتدي حابه اقول لكم ان انا بشتري منتجات ايفون واورفلام من هبه. انا هسيب لكم لينك الجروب بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان اول ما الفيديو ده ينزل انا بنزل صوره عندي على الانستجرام، وهعمل لكم منشن كمان الاكونت بتاعها على الانستجرام عشان يبقى سهل التواصل يعني في كل مكان. حاجه نتكلم عليها الجوانتي ده جه معايا بمنتهى الصدفه. ان انا كنت من فتره بدور على براند تكون عندها يعني جوانتي قطن لترطيب الايد يعني، وبالذات في الشتاء. ففي الفترة اللي انا كنت بدور فيها اورiflame نزلت عروض، تقريبا بتنزل كل شهر يعني. فكان الجوانتي ده من ضمن العروض، وكان سعره وهمي، كان سعره 30 جنيه. فعلى طول عملت اوردر بيه وجبته. فهو ده، عايزه اوريكم شكله. انا استخدمته ورجعته تاني في الكيسه بتاعته عشان تشوفوا يعني بيجي يعني بيبقى شكله ازاي لما يجيلكم. هو ده. تمام، هو قطن. تحفه، تقفيل من جوه حلو جدا. في البتاعه دي لا مش بتضايق، عادي يعني، ما ضايقتنيش وانا لابساه. كنت بستخدمه ان انا كنت برطب ايدي. تمام. والبسه. غير ان هو كمان كان بيرطب حلو جدا، كان بيدفي في الشتاء تحفه. يا ريت اصلا على طول اورفلام تنزل الجوانتي ده في كل شهر. انا انصحكم ان انتوا تجيبوه جدا كمان. يجي بقى الكريم الايد. بصوا، هو ده النوع اللي انا جبته، اسمه ماكرو لاف. انا مش عارفه هو جديد في الشركه ولا قديم. كان سعره تقريبا حاجه وعشرين او 30. حجمه 75 ملي. رأيي فيه بقى ان هو ترطيبه مش واو يعني، ترطيبه ساعتين 3 ويمكن اقل كمان بكتير. انا كنت بحطه معايا في الشنطة ارطب بايدي وانا بره. هو ريحته حلوة جدا جدا، هو فعلا ريحة الماكرون قوي. ريحته شجري، فواحة، وكمان ثابتة. بس انا مش بحب الكريمات الايد اللي تبقى ريحة اكتر ما هي ترطيب، لا انا بحب الترطيب يكون اكتر يعني، ريحة حلوة وترطيب كمان. فانا مش هكرره تاني علشان ترتيبه ما عجبنيش. الماسكات بقى. بصوا، جبت الماسكات دي من اورفلام. دي علبه كده فيها 3 ماسكات، المفروض ان كل واحد بيعمل حاجه، انا هقول لكم رايي فيهم. العلبه دي كان سعرها حاجه و80 جنيه. وده شكلها من جوه، ده شكل الماسكات من جوه. بتيجي كده 3 ماسكات. تمام، المفروض ان كل واحد من دول بيعمل حاجه. هو حجم الواحد 30 مللي. تمام، اول حاجه ده بالتوت. ده ماسك ترطيب، بتسيبيه 10 دقايق على بشرتك وبعد كده بتشيليه. انا حطيته وسبته 10 دقايق وشلته، بس هو ما عطانيش اللون اللي في العلبة ده، هو عطاني لون شفاف. تمام. ما حسيتش ان هو ترطيبه واو، مش الترطيب الحلو يعني. آم، احنا حاليا دلوقتي في الشتاء، فعايزين ترطيب قوي، فده مش من الحاجات القوية خالص. ما عجبنيش خالص. نيجي بقى للسكراب. السكراب ده بالمشمش. السكراب ده ضعيف قوي، مش سكراب واو كده. اصلا السكراب ده ممكن يستخدم كل يوم، مش مره يعني، مش الحاجات القويه، فاهماني؟ ريحته حلوه يعني، المجموعه اصلا كلها ريحتها حلوه، إذا كانت بالتوت ولا اللي ولا بالمشمش ده، ولا اللي بالبطيخ. كلهم روايح حلوه، بس نتيجه مفيش. اخر سكراب بقى. ده كان بالنسبه لي غريب قوي. ده سوري، ده ماسك، سوري. الماسك ده بتسيبيه على وشك يعني، بتحطيه وبتنامي بيه. كان بالنسبه لي الماسك ما يتغسلش، دي حاجه غريبه جدا. اوكي ماشي، حطيته ونمت بيه. ما رطبش بشرتي، انا بشرتي في الشتاء جافه. ما نسيبهاش خالص. ما عطانيش الترطيب اللي انا بحبه كده، ان انا اصحى الاقي وشي مترطب يعني. انا لو كنت حطيت كريم كان بيبقى احسن جدا.
غير ان هو كان ماسك غريب زي ما قلت لكم، ان هو بيتحط بالليل وبتنامي او كمان في الصبح وبتقعدي بيه. بس انا مش بحب احط الماسك الصبح يعني انت بتتعرضي الصبح لاتربه لشمس، حتى لو ما نزلتيش من البيت، ما ينفعش يتحط الصبح من وجهة نظري يعني. ما عجبنيش خالص. انا المنتجات دي هخلصها تمام، بس مش هجيبها تاني. بس كده، هو ده كان رأيي في الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه واستفدتوا منه. تجربتي وحشة بصراحة مع اورiflame. الحاجة الوحيدة بس اللي كانت حلوة في اورiflame هو الجوانتي اللي انا استفدت بيه، وفعلا كان حلو جدا، وانا انصحكم جدا تجيبوه. الكريم والماسكات زي ما قلت لكم رأيي فيهم ان هما ما كانوش حلوين، ما كنتش مستنيه يعني النتيجة بتاعتهم، ما ابهرتنيش كده. يعني في براندات تانية او ماركات تانية بستخدمها احسن 100 مرة منهم، دي اللي تتجاب على طول فعلا. بس كده، انتوا بقى قولولي يعني ايه الحاجات الحلوة تاني في اورiflame، يمكن اجرب تاني. قولولي عندكم ايه في اورiflame بتحبوه بتجيبوه على طول. وانا ان شاء الله ممكن اجيبه واجربه على تجربتكم انتوا. وبس يا بنات، باي باي، مع السلامة.